الزلزال بالنجاح الدائم. مش هطول عليكم طبعا. مقطع النهارده مقطع بسيط خفيف لطيف خالص ظريف فشيخ، كل حاجه فيها نيف يعني. فمقطع النهارده بعنوان ايه؟ بعنوان سلسله رمضان. طبعا رمضان ده شهر الصيام، شهر النفحات، شهر العبادات، شهر قراءه القران. مقطعنا النهارده بعنوان هنعمل ايه في رمضان. في رمضان طبعا خدنا قرار، اجمعنا يعني ولمينا بعضنا كده وخدنا قرار حلو، اللي هو ان شاء الله يوميا كل يوم هيبقى فيديو. هو صعبه بس لمده 30 يوم كل يوم لازم انزل فيديو. زهقان ملان فكل يوم لازم انزل فيديو. زهقان بردان لازم ان كل يوم انزل فيديو. ليه؟ لان ما اعرفش، هو كده خلاص. عارف ايه اكتر حاجه في الدنيا انا بكرهها؟ طبعا يا باشا، لما النت ياخد من الرصيد مش من الباقه بتوجع قوي. واسميهم فيديو رمضاني تبع كذا، فيديو رمضاني تبع كذا، فيديو رمضاني الحلقه كذا، فيديو رمضاني الحلقه كذا. يكون عباره عن ضحك ورسم البهجه، ويكون في النهايه حكمه، ويكون فيه هزار وضحك، وممكن تكون رياكتات، ترندات، ضحك، العاب، كل حاجه ممكن نعملها. واغلبها يكون على المسلسلات والحوار ده، ونتكلم ونتناقش مع بعض ان شاء الله لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهايه رمضان نكون واصلين ل 1000. فمتنساش تفعل زر الجرس عشان اوصل لكل جديد. واتمنى يا رب اكون محتواي افادتك. وحاجه تانية بسيطه، عايزك يا صاحبي في حاجه اسمها طموح. اطمح تاني. الطموح ده يا صاحبي اللي هو انت يكون عندك هدف في دماغك لازم تنفذه. تمام؟ ربنا عمره في حياته ما ضيع تعب حد، ولا عمره في حياته ما بنصليش او ما بنصليش. ننسى نسبح ربنا، لان ده حاجه علينا. بس رك انك ترجع، رك ان احنا نرجع تاني. الموضوع والله العظيم صعب، انا فاهم اللي هو صعب قوي، بس ان شاء الله هيبقى كويس. وكنا هنصوم ونصلي وتبقى حاجه جميله ويا رب دايما تكونوا انتوا في احسن حال. وانا دايما اتمنى لكم ان انتوا تكونوا دايما مبسوطين وفي خير وسلام. بالنسبه بقى للطموح ده، فالطموح ده انك تسعى وتكبر عشان ربنا يكرمك. تحط في نفسك، تحط في دماغك هدف لازم توصل له، وتذاكر له وتتعب له وتعمل له. نفسك تبقى دكتور هتبقى دكتور، نفسك تبقى باشمهندس هتبقى باشمهندس، نفسك تبقى يوتيوبر هتبقى يوتيوبر، نفسك تبقى تيك توك هتبقى تيك توكر. بس اسعى جامد، اسعى على اخرك. ادي الرابع وطير. ما حدش هيقول لك انت فين. ما تقفش عند نقطه معينه وتقول ده قضاء وقدر. لا، انت اسعى وافضل اسعى للمره الاخيره والثانيه والثالثه والرابعه. انا معاكم لحد نهايه 2026 عشان ببقى كده خلصت الدراسه بتاعتي خالص. فربنا كرمني فيها كده بقى الحمد لله، ما كرمنيش فيها يبقى كده ربنا كاتب لي الخير في حته ثانيه. بس هو ده حلمي، ان انا اقعد يعني معاكم واقعد اضايقكم كده واقعد ارازي فيكم والله العظيم. فبس كده، انا عايزكم تكونوا متفائلين بربنا خير، وانا بحبكم قوي. وطبعا انا بحاول فاهم انت اللي هو الخص في الكلام. ف عايزكم تقولوا افكار وتقولوا لي اسئله وتسالوني اسئله وانا ارد عليكم. عايز اي سؤال يخطر في بالك اساله لي، اي سؤال يخطر في بالك اساله، وانا هجاوبك عليه اول باول، واخر باخر، تاني في تاني، وتالت في رابع، ورابع في خامس، وسادس في خامس. فاهمني؟ فبس كده، ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم. وعشان انتوا تكونوا بخير وبسلام وبامان وبموده وبامان وبسلام وبامان وبموده والخط علق في الخط بعظم. يا رب دايما كده تكونوا باحسن حال. ولو عندك مشكله كلمنا على الانستا. استنوكم كلكم، بحبكم كلكم. ايه تاني؟ في حاجه بخير. الناس بقى اللي هي بتنتقدني، الناس اللي هي مش هيوصل، لا ان شاء الله. اما الناس اللي تكتب لي كومنتات عاش استمر انت شجعتني، شكرا على كلامك الحلو ده، دولت ناس والله بجد. الكومنتات دي بتفرق 180 درجه بالنسبه لي انا. ليه؟ لان انت بتبقى ماشي بمبدا اللي هو دي حاجه تحفزك، حاجه بتقول لك كمل، فانت بتكمل. فحاولوا دايما تكون الكومنتات بتاعكم كومنتات ايجابيه عشان ما تبقاش كومنتات سلبيه، فربنا يبقى لك بسلب. فشجعوا اولاد بلدكم على اي حاجه. بس اتمنى لكم الخير والسلام والموده والامان وسلام.